أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أما بعد، أيها الجمع المبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا أخاطبكم من أرض الرباط وأرض الجهاد وأرض العلم والعلماء، أرض الجمهورية الموريتانية الإسلامية الشقيقة، أرض المرابطين الذين ذاع صيتهم وشرقوا وغربوا في هذه الأرض. ولهذا المتأمل يا إخواني في التاريخ عندما يزور هذه الأماكن يجد أن تلك القبائل فيما مضى كانت هي عضد الإسلام المتين الذي حافظ على هوية الأمة ضد التحرشات الإسبانية والبرتغالية في الحروب الصليبية، وقبل ذلك هم من نشروا الإسلام في جنوب أوروبا، وبالضبط في شبه الجزيرة الأيبيرية أو في إسبانيا وغيرها من الضواحي والبلدان. ولهذا صدق الشاعر عندما قال: قوم هم أولو العلا من حمير، وإن انتموا صنهاجة فهم لما حووا علياء كل فضيلة غلب عليهم الحياء فتلثموا. هؤلاء الرجال يعرفون بالمرابطين أو الملثمين أو بدولة الفقهاء، لأن تقريب كل سكان المرابطين كانوا فقهاء وعلماء شرق علمهم وغرب. ولكن قبل أن ألج في صلب الموضوع لابد أن أعقب عن الأحوال التي كانت سائدة آنذاك. أتكلم عن سكان شمال إفريقيا أصلهم، وأتكلم عن نشأة دولة المرابطين كيف نشأت. وهذه الدولة دولة كان منشأها دعوة إصلاحية من رجل انتشرت إلى 9 نفر، ثم عمت الأرجاء والمنطقة فتحولت إلى شوكة قوية نصرت الأمة وأخرت سقوط الأندلس لما ينيف عن عدة قرون. أتكلم عن أصل سكان شمال إفريقيا. اعلموا يا إخواني أن أصل سكان شمال إفريقيا اختلف النسابون حول أصل السكان، ولكن أخذ لكم قول أحمد بن خالد الناصري السلوي في كتابه الاستقصاء عندما قال: وقد اختلف النسابون حول أصل السكان، فمنهم من قال أن أصلهم عربي، وهذا الأصل العربي يقول المؤرخون بأنهم أبناء بر ابن قيس عيلان ابن مضر ابن معد ابن عدنان. ومنهم من قال أنهم من العرب القحطانية حيث ينتمون إلى حمير. ومنهم من خالف وقال أن أصلهم أمازيغ، وهؤلاء الأمازيغ هم من أبناء حام ابن نوح، والعرب من أبناء سام ابن نوح. ولهذا أبناء نوح الذين نجوا بعد الطوفان هم 3: حام وسام ويافث. هذا فيما يخص هذه الومضة العابرة حول أصل سكان الشمال الإفريقي. نتكلم أيضا عن الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا باختصار شديد. هذا الفتح الذي بدأ مع حلول عام 20 للهجرة في حملة عمرو بن العاص عندما فتح مصر وتوغل غربا نحو شمال الإفريقي وفتح مصر. ثم توالت الفتوحات تحت قيادة عبد الله بن سعد بن أبي الصرح في سنة 27 هجرية، ثم أيضا حملة معاوية بن حديج الكندي وعقبة بن نافع الفهري اللي كانت في 45 هجرية، ثم أيضا حملة حسان بن نعمان الذي استتب له الوضع نسبيا سنة 73 هجرية، ثم موسى بن نصير الذي وطن أركان الإسلام في الشمال الإفريقي
وما يحسب للشمال الإفريقي أنه لو لم يتوطد ويتوطن فيه الإسلام لما انتشر الإسلام في جنوب أوروبا، فكان له فضل عظيم في نشر الإسلام جنوب أوروبا. ولهذا هؤلاء الرجال العظماء وتلك الأرض الطاهرة الطيبة، أرض المنطقة المغاربية ومنطقة الشمال الإفريقي، كانت أرضا خصبة توالت فيها الحضارات وأنتجت لنا العلماء والرجال الفطاحل الذين حملوا لواء الإسلام ودافعوا عن بيضة الإسلام. ولهذا صدق الشاعر عندما قال: إن الجزائر والتاريخ ينبئكم كانت بكل حلي العز تزدان، كانت مكرمة في الخير ناعمة، يسعى إلى خيرها رجل وركبان، فاسأل رباها وسل إن شئت ساحلها، واسأل قصورا كان قد عز بها سلطان، لبت نداء إله الخلق طائعة، فخرج منها لنصرة الدين فرسان، فاسأل معاهدها واسأل مساجدها، واسأل عن الحبر تنبيك تلمسان، واسأل بجاية واسأل كل زاوية يدرس فيها للصبيان قرآن. والقرآن الذي حمله أجدادنا حملوه قلبا وقالبا، فكانوا يحفظون كتاب الله ويطبقون كتاب الله، حتى أن عندما تذهب وتزور مختلف المدارس القرآنية تسمع أولئك الطلبة يقولون ويرددون في أناشيدهم وأشعارهم: أفضل ما يتلى وما يقال، وخير ما ينفق فيه المال، قراءة القرآن عند الناس كذا روى أئمة القياس، ليس يرى على غرض كمثله، أن يشفعا في 70 من أهل بيته إلى آخر الأبيات. فهؤلاء الأطفال والرجال الذين تربوا ورضعوا القرآن الكريم من أثداء أمهاتهم كانوا هم نفسهم المجاهدين الذين تصدروا للتصدي للغزو، إما الفرنسي أو قبله الإسباني، أو المحافظة على بيضة الإسلام في نشر الإسلام. أتكلم فقط عن شبهة يثيرها بعض المستشرقين وبعض الذين ينهجون نهجهم، هو أن الإسلام يقولون بأنه دين دموي انتشر بحد السيف. اعلموا يا إخواني أن الإسلام لو كان شارة تنطق باللسان فقط، بعيد عن العقيدة، بعيد عن السلوك، لصدقنا هذه الدعوة بأن الإسلام يمكن أن نفرضه بحد السيف. أما إذا كان الإسلام عبارة عن عقيدة يقبلها العقل ويكتنفها القلب وينطق بها اللسان وتعمل بها الأركان، فهنا نقول أن المقدمة خاطئة. وإذا كانت المقدمة خاطئة فالنتيجة خاطئة. هذه من جهة. من جهة أخرى نقول: هل الإسلام جاء ليشجع على النفاق أم جاء حربا على النفاق؟ بالله عليكم لو انتشر الإسلام بحد السيف النتيجة ماذا ستكون؟ ستكون ميلاد مجتمع منافق، والإسلام جاء حربا على النفاق، وبالتالي هذه المقدمة خاطئة والنتيجة تستلزم أن تكون خاطئة. أتكلم في آخر هذه الحلقة عن دولة المرابطين أو دولة الفقهاء أو دولة الملثمين العلماء. هذه الدولة العظيمة، هذه الدولة التي تأسست من جراء دعوة إصلاحية. تأمل أحد قادة بطون القبائل هنا في منطقة موريتانيا وفي هذه المنطقة، تأمل في أوضاع قومه فوجد أن الإسلام قد بلى فيهم وقد انحرفوا وابتعدوا عن أوامره ونواهيه، فابتعدوا عن الأوامر وللأسف الشديد زاغوا وعملوا كل الانحرافات التي نهى عنها الإسلام. فذهب إلى الحج وهو قاصد أن يجد عالم من العلماء يدله ويشرح له الإشكالية التي يعيشها قومه هنا. فعندما قفل من الحج التقى مع أبي عمران الفاسي في القيروان وأخبره بتردي الأوضاع الإسلامية في قبيلته، قبيلة جدالة، وكان هذا اسمه يحيى
بن إبراهيم الجدالي، وأعظم به من رجل، وهو رجل واحد قام بتغيير نظام أمة. بماذا؟ بالجد والعمل وحب الخير لقومه. فطلب من أبي عمران الفاسي أن يرسل له بعض الطلبة، فعرض أبي عمران الفاسي على الطلبة من يستطيع أن يرافق يحيى بن إبراهيم، فلم يقبل الطلبة ذلك العرض للأسف الشديد، فأخبره بأن له طالب يدعى وجاج أو وجاج بن زلو اللمطي. فوجاج بن زلو اللمطي بإشارة من أبي عمران الفاسي قال له: هذا الرجل يمكن أن يساعدك، وإن لم يقدم معك هو سيرسل معك رجال يتحملون قساوة الصحراء وشظف العيش هناك، لأن الصحراء ليست كالحاضرة أو كالمدينة. ولهذا يقول الأمير عبد القادر الجزائري: يا عاذرا لامرئ قد هام في الحضر، وعاذلا لمحب البدو والقفر، لا تذممن بيوتا خف محملها، وتمدحن بيوت الطين والحجر، لو كنت تعلم ما في البدو تعذرني، ولكن جهلت وكم في الجهل من ضرر، ما في البداوة من شيء تذم به إلا المروءة والإحسان بالبدر، الحسن مظهره في بيتين رونقه، بيت من الشعر وبيت من الشعر. البداوة فيها نوع من شظف العيش. فذهب يحيى بن إبراهيم الجدالي عند وجاج بن زلو اللمطي الذي خير طلبته، وقبل هنالك طالب وهو شيخ ومجدد ومصلح اسمه عبد الله بن ياسين الجازولي الذهاب مع يحيى بن إبراهيم الجدالي. عندما ذهب يحيى بن إبراهيم الجدالي مع عبد الله بن ياسين الجازولي قوبلت دعوته بالرفض من طرف السكان، وهذا دأب أي دعوة إصلاحية في مجتمع فاسد. فبدأت المضايقات وبدأ التذمر، ثم قوبلت بالرفض المطلق، مما اضطر عبد الله بن ياسين الجازولي إلى الانسحاب إلى جنوب موريتانيا قرب نهر السنغال اللي هو بين موريتانيا والسنغال، واتخذ رباطا جعل منه النواة الأولى لنشأة دولة المرابطين. فكان معه 9 رجال يعلمهم التعاليم الإسلامية، وقبل التعاليم الإسلامية علمهم العقيدة الصحيحة، ثم علمهم التمسك بالنوافل والتمسك بالسنن، وشدد عليهم، وجعل منهم فرسانا بالليل، جعل منهم رهبانا بالليل فرسانا بالنهار، فكانوا يعبدون الله، يقومون الليل، ويتعلمون أيضا الفروسية من أجل العمل على نشر الدعوة والحفاظ على بيضة الإسلام الصحيح الذي جدده عبد الله بن ياسين الجازولي. هذا عبد الله بن ياسين الجازولي من 9 بدأ يتضاعف العدد، وهذا راجع يا إخواني إلى إخلاصه في العمل. فلو كان طالب دنيا لفشلت دعوته الإصلاحية، ولكنه كان طالب دين وطالب دعوة إصلاحية. لمن؟ لله سبحانه وتعالى. هو كان يعمل من أجل الله، فنذر عمره في سبيل الدعوة، وأن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فكان عبد الله بن ياسين الجازولي ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. هذه الدولة التي تشكلت على أنقاض دعوة إصلاحية من عبد الله بن ياسين الجازولي تطورت، ثم تطورت إلا أن أصبحت لها شوكة. هذه الشوكة بلغت أوج قوتها في عهد رجل يعتبر من عظماء المنطقة المغاربية، ألا وهو يوسف بن تاشفين. وما أدراكم ما يوسف بن تاشفين؟ هذا يوسف بن تاشفين هو الذي بلغت فيه في عهده الدولة أقصى قوتها، وهو الذي هزم الفونسو السادس في معركة الزلاقة، وهو الذي نقل الإبل إلى الأندلس وشبه الجزيرة الأيبيرية من أجل إعمال عنصر المفاجأة والإرباك على خيل العدو
النصراني في الأندلس وانتصر في تلك المعركة. ولضيق الوقت لا يمكننا أن نتطرق إلى التفاصيل، ولكن يمكنني أن أخبركم عن الشيء القليل، وهو عندما حاصر ألفونسو هذا حاصر إشبيلية، حاصر المعتمد ابن عباد. وكان في ذلك الوقت في القرن الخامس، أواخر القرن الخامس الهجري وبداية القرن السادس، كانت الأندلس تحت وطأة حكام ملوك الطوائف. حاصر ألفونسو مملكة إشبيلية، وقال له، بعث برسالة إلى المعتمد ابن عباد وقال: إن عندكم الذباب وقد آذاني الذباب، فأرسل إلي مروحة أهش بها الذباب. فأرسل له رسالة المعتمد ابن عباد قائلا: والله لئن لم تنسحب لأروحن لك بمروحة من المرابطين. وقد ذكرت لكم كيف نشأت دولة المرابطين. فقرأ ألفونسو الرسالة فانسحب، لأنه يعلم بأس المرابطين الأشداء. فاجتمع ملوك الطوائف من أجل الاستنجاد بالمرابطين، والذي رجح كفة الاستنجاد لأنهم كانوا يخشون على عروشهم ويخشون على ملكهم من أن ينفرد به المرابطون هو المعتمد بن عباد، في مقولة شهيرة قالها: والله لئن أرعى الإبل عند يوسف بن تاشفين خير لي من أن أرعى الخنازير عند ألفونسو. هذه المقولة تكتب وتحسب للمعتمد الذي قال: وإني لا أحب أن ألعن على منابر المسلمين. فتقدم المرابطون وسيطروا على شبه الجزيرة الأيبيرية ردحا من الزمن، وكان لهم فضل عظيم في نشر الإسلام في غرب وجنوب غرب القارة الإفريقية، وأعظم بها من دولة. بارك الله فيكم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.